وايه الحاله اللي ممكن ينضم فيها تريزيجيه للنادي الاهلي. تاكدت مما لا يدع مجال للشك ان النادي الاهلي بشتى الطرق سيحاول حسم صفقه تريزيجيه، وان تريزيجيه في الطريق للنادي الاهلي. انا بقول لحضرتك دلوقتي معلومه، تريزيجيه في الطريق للنادي الاهلي. امتى؟ قبل كاس العالم للانديه، لان في يناير هو لسه مرتبط بعقد اعاره مع الوقره، الا اذا فعل نادي الوقره بند الشراء اللي في عقد تريزيجيه مع نادي الريان القطري. انا متاسف، تريزيجيه في الريان، حمدي هو اللي في الوقره. الا اذا فعل نادي الريان القطري اللي بيضم تريزيجيه على سبيل الاعاره من طرابزون التركي، فعل بند الشراء اللي في العقد، فممكن ساعتها، بس مش هينفع يجي في يناير برضه لانه هيبقى شارك مع 3 انديه، فما ينفعش. في كل الاحوال تريزيجيه يا جماعه هيبقى قبل بدايه الموسم، قبل كاس العالم للانديه. طيب هل الموضوع مرتبط بان تريزيجيه يروح الريان بيع نهائي؟ كان مرتبط بكده، لكن اصبح غير مرتبط بذلك تماما. اللي هو ايه؟ تريزيجيه راح الريان، ما راحش الريان ورجع على طرابزون، رغبه اللاعب انه يجي النادي الاهلي. الاهلي سيحاول بكل الطرق انه ايا كان الرقم ايه في حدود النادي الاهلي، هتضحي بحاجات تانية عشان تجيب تريزيجيه صفقه مضمونه. ده الاتجاه اللي موجود دلوقتي داخل النادي الاهلي. اللاعب مرحب وبشده ويرغب بقوه في المشاركه مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، ده امر مؤكد. فرجع بقى تريزيجيه طرابزون في نهايه الموسم، فعل الريان بند شراء تريزيجيه من طرابزون. الاهلي هيجيب تريزيجيه بنسبه تفوق ال 90%. انا بقول لك اهو بالنسب برضه، بنسبه، فاكرين النسب؟ فاكرينها اللي اتحققت والناس زعلت ساعتها. انا بقول لك بالنسب فوق ال 90%. تريزيجيه اهلاوي قبل كاس العالم للانديه، طبقا للمعلومات اللي عندنا اللي تاكدنا منها النهارده قبل الحلقه. فادي موضوع تريزيجيه.